ازاي تبقى mentally healthier. كمل الفيديو ده للاخر عشان مهم قوي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد جادو. ان شاء الله النهارده هبدا اكلمكم في مواضيع مختلفه شويه عن الماجيك، وهي مواضيع تخص علم النفس شويه. النهارده اقول لك ازاي تبقى mentally healthier، او ان انت تحسن من طريقه تفكيرك او من اسلوب حياتك. في الفيديو ده انا مش عايز اتكلم بحدود، عايز اتكلم براحتي، مش عايز اعمل قطات كتير في المونتاج. فاسمع الفيديو للاخر، والنصائح اللي انا هقولها دي هي انا بوجهها لنفسي قبل ما اوجهها لحد تاني. وهقول لك على حاجات فرقت معايا انا شخصيا، وحاجات قدرت فعلا اتعلمها لما درست في علم النفس كويس. طيب، اول حاجه واهم حاجه هي ربنا. لازم تقرب من ربنا بكل الطرق. لو ما كنتش بتصلي لازم تصلي. انت كمسلم عليك 5 فروض، صلي ال5 فروض. وزي ما انا قلت الكلام ليا قبل ما يكون ليك. ابدا زود عادات جديده في الدين. بمعنى ايه؟ يعني مثلا يوم الجمعه اتعود ان انت مثلا تقرأ سورة الكهف. لو ما كنتش بتقرأ سورة الكهف اقرأها يوم الجمعة، نور ما بين الجمعتين. اكيد انت عارف، ولو مش عارف اديك عرفت. الحاجة التانية، ابدأ ضيف في يومك ورد من القرآن. بمعنى ايه؟ انت لو في الطبيعي ما بتقرأش قرآن، عايزك في اليوم الواحد بس اقرأ صفحتين قصاد بعض. يعني افتح المصحف هتلاقي اول صفحة خالص سورة الفاتحة، وبعد كده بداية البقرة. عايزك تقرأ الصفحتين اللي قصاد بعض، وبعد كده تقلب، تجيب الفتلة تحطها على الصفحتين اللي بعدهم، تقفل المصحف. وتاني يوم اعمل كده تاني يوم هتفتح الصفحتين اللي عليهم الدور بينهم الفتلة بتاعة المصحف، هتقرأ الصفحتين اللي قصاد بعض، تشيل الفتلة، تقلب الصفحة، ترجع الفتلة، تقفل المصحف. وتالت يوم تعمل نفس الموضوع. مش هقول لك اقرأ ربع كامل، ابدأ بس بالموضوع كده، ايه، صفحتين قصاد بعض كل يوم الصبح. اول حاجة تبدأ بيها يومك بعد ما تصحى من النوم، قبل ما تعمل اي حاجة، قبل ما تروح تمسك موبايلك اصلا، العادة اللي انا نفسي كنت بعملها، امسك مصحفك واقرأ الصفحتين اللي قصاد بعض. بس اقفل المصحف وشوف يومك هيبقى عامل ازاي، شوف حياتك بعد كده هتبقى عاملة ازاي. طبعا مش هوصيك بقى عن الصلاة والحاجات دي كلها، انا قلتها قبل كده. تاني حاجة وهي الشهوة. وانا هنا مش بتكلم عن الشهوة الجنسية بس. لو انت دماغك راحت للشهوة الجنسية بس، فانا بتكلم عن اي شهوة ربنا خلقها فينا كبني ادمين، الا وهي شهوة الاكل، الشرب، الجنس. يعني لو خدنا مثال على الاكل، في ناس مثلا ما بتقدرش تقاوم الاكل، او في ناس بتحب قوي الفاست فود، او في ناس بتحب تاكل حلويات كتير قوي. لازم، مش هقول لك احرم نفسك، بس حاول تشوف بدائل للحاجات دي، حاول تقلل منها شويه، حاول تسيطر انت على مخك، ما تخليهوش هو اللي يسيطر عليك. وابدا اعمل العادات دي بالتدريج. يعني بدل ما كنت مثلا يا سيدي بتشرب في الشاي 4 معالق سكر، ابدا بعد كده قلل 3 معالق. امشي مثلا اسبوع اسبوعين لحد ما تبدا تلاحظ ان الموضوع بقى عادي بالنسبه لك. بعد كده انزل لمعلقتين ونص، بعد كده انزل لمعلقتين، بعد كده انزل لمعلقتين الا ربع، بعد كده معلقه ونص، وهكذا لحد ما تقدر تمنع السكر ده خالص. وعادي لو جيت في يوم زودت فيه شويه سكر بتاع، مش مشكله، بس حاول تخلي عاداتك كلها صحيه عشان خاطر ده ده اهم حاجه، ده التارجت بتاعنا في الاخر. الشرب، لو انت شخص بتدخن، تشرب خمره، ابعد عن الحاجات دي تماما. اوعى قعدتك وسط ناس حتى بتشرب الحاجات دي تخليك تفكر ولو بنسبة صغيرة انك تجرب الحاجات دي. انا مثلا اهو يا معرفت ناس وصاحبت ناس بتشرب وبتحشش يعني خمرة، كل حاجة والله العظيم. عارف الموضوع اللي هو ايه؟ بيجي لك حتى كده في مخك اللي هو طب ما اجرب. انا عارف، انا كمحمد مثلا، انا كجادو عارف ان انا عمري ما هجرب حاجة زي كده، بس الموضوع بيبدأ يعني يتريجر في دماغي شوية ان انا ولو بنسبة 5% عندي فضول للحاجة دي. هي الحاجة دي بتقول ايه؟ وانا لو خدت نفس مثلا ايه اللي هيحصل؟ فانت لازم تبعد عن الحاجات دي. او لو انت اتحطيت وسط ناس بتعمل الحاجات دي، لازم يبقى عندك مبدأ ان انت لا، مفيش حاجة اسمها اصل انا الضغط خلاني اشرب، اصل انا الحزن خلاني اشرب. مفيش حاجة اسمها كده. اللي عنده مبدأ ما بيتخلاش عنه. فاحنا هنا اتكلمنا عن شهوة الاكل والشرب. باقي الجنس دي انا مش محتاج اكلمك فيها. لازم تبعد يا معلم عن اي حاجة تثير شهوتك الجنسية، سواء بقى بص سكرولينج على انستجرام، على تيك توك، وتلاقي الفيديوهات اللي هي وتقف عندها. ابعد تماما عنها. وحاجة من الحاجات اللي هتخليك تبعد عنها انك اول ما تشوف فيديو زي كده سكرول واستغفر ربنا، سكرول واستغفر ربنا. منها انت يعني بتشيل المؤثرات دي من على مخك، وفي نفس الوقت بتاخد حسنات لانك بتستغفر. جرب برضو الموضوع ده وقول لي الموضوع ده. يعني انت لما تجرب الحاجات دي شوف كده ايه اللي هيحصل في يومك وفي حياتك، وبقول قول لي، اكتب لي في الكومنتات الحاجات دي فادتك بايه. الحاجه اللي بعد كده واللي انا شايفها مهم قوي ليك كبني ادم، وخاصه لو انت راجل،
هي التمرين او الرياضه بصفه عامه. لازم تلعب رياضه. الرياضه دلوقتي ما بقتش رفاهيه، لازم تقوي من شكل جسمك ومن صحتك. الموضوع بقى فعلا زي ما تقول كده فريضه على الراجل ان هو يبقى شكله كويس، شكل جسمه كويس، شكله قوي، شكله حلو في الهدوم. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. لو انت مش هتتعلم حاجه من الثلاثه دول، ادخل في اي رياضه تحسن لك الدوره الدمويه ونشاطك وطاقتك وكل الحاجات دي. حتى عندنا في المنهج في صيدله في ماده مثلا اسمها نيوتريشن. اهم حاجه في النيوتريشن دايما تلاقيها في كل مرض. يعني مثلا احنا بندرس محاضره بتتكلم عن مرضى الكبد، مرضى اللي عندهم مشكله مثلا في الكلى، اللي عندهم مشكله مثلا مرضى سكر. دايما في اوبشن من الاوبشنات ان انت تعالج بيها هي الفيزيكال اكتيفيتي. لو بصيت في اي مرض هتلاقي فيزيكال اكتيفيتي. قلل مثلا صوديوم، قلل مش عارف السكريات. فالحاجات دي مهمه قوي، لازم تتمرن كويس. اتمرن يا سيدي، لو انت مش هتعرف تتمرن 5 ايام في الاسبوع، اتمرن 3 ايام في الاسبوع. الحاجه اللي بعد كده هي انك تحط هدف. انا في 2013 حاجه من الحاجات اللي عجبتني هي الماجيك، وكملت في الماجيك واتعلمت فيه، وسمعت كلام من ناس كتير قوي. يا عم ماجيك ايه اللي تتعلمه؟ تخيل انا مثلا واحد مش بيحب الكوره مثلا، ولا عايز يبقى بطل كمال اجسام. انا واحد بيحب حاجه الناس اصلا شايفاها ايه ده حاجه غريبه، حاجه صعب على العين انها تستوعبها، او صعب على المخ ان هي تستوعبها. فانا مع كل ده ما يأستش وكملت عادي خالص في المجال اللي انا بحبه، وانا مطمن ومتأكد ان هو مفيهوش اي مشاكل. الاول كان في بعض الخوف كده من ان هو يبقى فيه حرمانيه، بس بعد ما سألت وشفت فتاوي كتير، المجال مفيهوش اي حاجه فيها حرمانيه. بل بالعكس، انا اصلا هدفي من الموضوع ده ايه؟ لو انت جيت رجعت للهدف الاسمى من الماجيك، هو ان انا عايز ابسط الشخص اللي قدامي. ما فيهوش اي حاجه الناس مفكره ان انا بقى بستعمل جن وشياطين وبتاع. مفيش الكلام ده خالص. ومع ذلك ما يأستش من ان هي حاجه غريبه، وكملت فيها عادي جدا. والحمد لله الناس اللي عارفاني قوي، وخاصه الماجيشنز اللي عارفاني قوي، عارفه انا يعني الحمد لله الحمد لله انا عامل ازاي في المجال ده كويس. واللي انتوا بتشوفوه على السوشيال ميديا مني ده جزء من الحاجات اللي انا بعملها في الماجيك، ده مش كل حاجه. انا ياما عملت حاجات تيك توك مسحها لي بسبب ان هي يعني خطيرة. أنا بعمل حاجات زي كده وأقوى من كده بكتير، بس ما ينفعش إن أنا أصورها. في ناس مش هتقبلها، وفي ناس هتتخض، وفي ناس هتخاف، وبالفعل في ناس في الحقيقة بتخاف تتعامل معايا. فأنا عارف الليميت بتاعي فين، وأنا عارف إن أنا أقدر أتطور عن كده. ومهما بكبر في السن، عمري في يوم ما فكرت إن أنا ممكن حد يوقفني عن الحاجة اللي أنا بحبها. فأنت شوف أنت بتحب إيه، بس قبل ما تختار الحاجة اللي أنت بتحبها دي، اتأكد إن مفيش منها حرمانية، وكمل فيها ومالكش دعوة بأي حد. طول ما انت حاطط هدف في دماغك او حاجه انت بتحبها في دماغك، زي انك مثلا عايز تبقى بطل في كمال الاجسام، دايما اولوياتك هي انك هتبقى عايز تغير من شكل جسمك عشان خاطر تدخل تشارك في بطولات مثلا. يعني ده انا بدي مثال. فهتبقى بتصحى الصبح عايز تعرف اكتر عن النيوتريشن، عايز تعرف اكتر عن التمرين، عايز تروح تتمرن كويس. انا كنت بعمل ايه مثلا كماجيشن؟ كنت بصحى من النوم بعد ما اخلص طبعا الحاجات اللي انا المفروض اعملها، كنت بمسك الكوتشينه اقعد اتدرب، اسمع فيديوهات، اشتري كورسات. يعني انا مثلا لما كنت بدخل دخل من الماجيك، كنت باخد جزء منه استثمره في الماجيك التاني. يعني سي مثلا انا باخد 10 جنيه، كنت باخد 3 جنيه استثمرهم تاني في الماجيك، في ان انا اتعلم حاجه تانية، وباقي الفلوس بستخدمها بقى في حاجات شخصيه بتاع كده. فما تبطلش تتعلم في الحاجه اللي انت بتحبها، وطول ما انت في حاجه شغلاك هتفضل دي بعدك عن كل بقى الحاجات السلبيه اللي انا اتكلمت عنها، سواء بقى الشهوات الجنسيه والكلام ده كله. انت شخص خلاص عندك تارجت، عندك هدف عايز تحققه، ما تشغلش بالك بقى بكل الحاجات اللي بتتقال دي. فدول كانوا كذا تب كده ايه قلت اقولها لكم. فلو الفيديو عجبك اعمل لايك وابعته لصاحبك، واكتبوا لي تحت في الكومنتات. اهم حاجه تكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تكتبوا لي ان هو عجبكم، عشان دي حاجه ممكن تشجعني ان انا اتكلم في مواضيع تانية اكتر واحسن ومختلفه تخص علم النفس بصفه عامه، وتحليل الشخصيات وكل الكلام ده. فشكرا ان انتوا استحملتوني لحد دلوقتي وكملت الفيديو الاخر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتيره. وقبل ما اقفل ما تنساش تصلي على النبي وتحافظ على صلاتك وتقرب من ربنا. شكرا، سلام.